كل حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني والله جدا جدا من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى العيال قالوا لي عايزين نعمل سمك يا ماما، وانا جايه لقيت الراجل بتاع السمك واقف، قلت يلا تعالى حظكم، يلا نعمل السمك. فرحت جايبه لهم بقى سمك النهارده. يلا نشوف، عملتها بخلطه جباره وجميله وهتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. ادي يا جماعه السمك بتاعنا اهو، سمك البلطي اهو. جبت 2 كيلو سمك، امسكهم بقى انضفهم وانقعهم في ملح وخل وليمون كده، وافتح قلبهم وانضفهم تنظيفه كويسه كده اهو، وارجع تاني اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي اهو. بعد ما مسكته نضفته وغسلته اهو، فتحت قلبه بالشكل ده. تحفه ازاي ده، هو تحفه كده وجميل. وانا لسه ما نقعتوش، في الملح والخل اهو. حطيته في شويه ميه بعد ما نضفته كده اهو. احط له بقى شويه ملح وشويه خل، وانقعه في التتبيله دي كده في الميه دي كمان، علشان ينضف كمان ويبقى فله كده من جوه اهو يا جماعه اهو. هسيبه كده قيمه ساعه، قيمه نص ساعه كده اهو يا جماعه. واركنه بقى بعد شويه ونرجع نشوفه هو بقى قلبه عامل ايه اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي اهو. جبت الهوم بتاعي وعملت اهو 5 6 فصوص توم، وجبت طبق فيه حطيت فيه فلفل احمر وفلفل اخضر، وفيه ايه واحد حامي كده اهو. واقوم حاطه بقى التوابل بتاعتي. طبعا انا عشان هدقه فانا هحط حبهان صحيح اهو، 4 حبات اهو. هحط بقى معلقه كمون توابل، وهحط معلقه كزبره ناشفه، معلقه فلفل اسود اهي، معلقه كبيره كده ملح. هظبط الملح بتاعه اهو، واروح ادق بقى اهو يا جماعه. دقيتها ونعمتها، وجبت ليمونتين اعصرهم بقى. احط ليمون اعصرهم الاتنين، واحط معلقه خل كبيره كده اهي اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي. لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني كده وحطي لي اللايك اهو. بعد ما حطيت الخل والليمون ودقت الحدق طبعا اهو، هقوم بقى حاشياه وقطعاه كده من السكينه من بره، وحاشيه برضو الحتت دي عشان اللحم يديله تتبيله كده وطعم تحفه اهو اهو يا جماعه. قلبه جميل وتحفه اهو، بالهنا والشفا. بالطريقه دي جميله، انا عمري ما بغيرها. طريقه جميله وتتبيله حلوه اهي يا جماعه. هنا بقى يا جماعه هعمل الرز بتاع السمك اهو، رز الصياديه. بشرت بصلايه وحطيت فيها شويه زيت وحطيتها على النار اهو اهو يا جماعه. بسم الله اهو اهو. ما حرقتهاش، سبتها بس تاخد لون اهو يا جماعه، تاخد لون بس كده غامق، بس ما حرقتهاش. وبشرت قوطه، بشرت قطايه كده بشرتها وحطيتها عليها. لو عندك كمان جزر يبقى 10/10، لكن انا ما عنديش جزر. تبشر عليها جزرايه تخلي لونها تحفه اهو. وغسلت الرز وحطيته اهو 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 يا جماعه. الرز بعد ما سقطت الرز والملح اهو، حطيت الحدق بتاعه والملح اهو، جميل اهو. هسيبه بقى يستوي مع نفسه، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. نقلي بقى السمك. هنا بقى يا حبايبي بقى هحط الايه، احضر الغلاف بتاع السمك اهو. حطيت شويه دقيق، وهحط مع الدقيق اهو معلقه كبيره نشا اهي، واقلبها اهي عشان تخلي السمك مقرمش وجميل وتحفه كده اهو. وهنا يا جماعه السمك اهو، قبل ما هقليه بقوم قلباه على ظهره كده عشان يصفي ميته اللي جوه اهو. قلباه على ظهره اهو اهو. الفتحه بتاعته اللي تحت اللي فوق دي اخليها تحت كده اهي
وقلباه كده على بطنه اهو، وخلي ظهره لفوق، بحيث اي سوائل من التتبيله اللي انا عاملاها له والميه والملح والخل والليمون يسرد بقى كده وينزل لتحت ويصفى اهو. كده انا عملت اهون. هقوم جايبه بقى السمكايه اهي، واقوم بقى حطاها في الايه، في التتبيله بتاعتي دي. واهو يا جماعه بقى حطيتها في الدقيق، اغلفها بقى بيه كده الغلاف بتاع السمك اهون اهون. غلفتها بالطريقه الحلوه دي، واركنها شويه في طبق تاني اهو، واعمل واحده تانية غيرها اهو. المكفيه يا جماعه، المكفيه اكفيها وهاتيها اهي. انا هنا بقى ما تبلتش الدقيق. الدقيق بيتبل يا بطوط. ايوه، ليه؟ لان انا عامله ظهر السمكه مقطعاه وايه وحشياه في التتبيله نفسها، فعشان كده الكفر بتاع الدقيق اللي هو الدقيق والنشا اللي انا حطاه ده ما تبلتهوش، حطيتلوش اي توابل. ليه؟ لان هي الظهر اللي انا فاتحاه ده متبل اهو يا جماعه. واروح بقى على طول على زيت سخن، على زيت سخن خالص اهون، واروح رايحه حاطه فيه السمك. طبعا هاخد اول واحده اللي انا عاملاها اهي، والايه والدقيق بتاعها اهو شربته اهي اهي اهو يا جماعه. حطيته في زيت سخن نار اهو. هعمل ايه بقى؟ الليمون اللي انا كنت عصراه في قلب التتبيله هقوم حطاه مع السمك كده يحمر، عشان يديها كده لون وريحه حلوه كده وجميله. وكده يا جماعه السمكه اهي هقلبها بقى على الناحيه التانية اهي. شايفين لونها تحفه ده اهو، لونها التحفه الجبار دي اهي اهي يا جماعه، مستويه ومقرمشه وجميله اهو. كده يا جماعه خلصنا الغدا بتاعنا بتاع النهارده اهو. السمك طالع تحفه ومقرمش وجميل، وعملنا الرز الصياديه وشويه سلطه. يلا، ولا ما تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لي اشتراك في القناه واكتبي لي كومنت حلو واعملي لي ايه لايك. يلا باي باي.